يعني هقعد سنة أصرف على الماركتينج؟ ما تيجي نتكلم شوية يا مي. يلا بينا. احنا ليه بعد ما بنعمل اناليسز وماركت ريسيرش العميل ستيل بيبقى عنده حتة مش ساتسفايد قوي؟ اوكي، عشان دايما لما بنعمل اناليسس وبيشوف الارقام بيطلع له بقى الحقيقه، بيشوف الحقيقه بعينه. احنا دايما لما بيجي كلاينت نقول له ايه 3 شهور 4 شهور 6 شهور، وفي ناس تقول سنه. فبالنسبه لاي بزنس اونر الارقام دي كبيره، يعني هقعد سنه اصرف على الماركتنج؟ لان المايند سيت اساسا إن مع يعني النولج دي مش بتبقى موجوده. احنا بنروح نشتري المكان ونأجر مكان ونشتري بضاعه ونحطها ومستنيين بقى كلاينتس يجي، مش نبقى عاملين حسابنا ان في مصاريف تانية اسمها تسويق عشان الكلاينت يجي. فما بيلاقي نفسه هيقعد سنه يصرف من غير ما يبقى عنده السيلز اللي هو بيطمح لها، بيجيله بانيك. لما بتقولي له كده من غير استراتيجي بيقول لك ايه، لا وقللي المده. لكن لما بيشوفها في استراتيجي، بيشوفها بارقام وبيقتنع، بيشيل الهم. فاهم ان هو مضطر يستنى، لانه عنده بالادله والارقام والكي بي ايز ان انت هتحقق بس على مدار السنه كل شهر هتاخد ستيب، بيبي ستيبس بيبي ستيبس. فبيبقى شايل الهم. فهو بيبقى تاني هرجع اقولك هي حته لايف كوتشنج، انت لازم تراعي نفسيه الكلاينت والنولج بتاعته لحد فين. في ناس بتبقى عندها نولج ماركتنج كافيه، وفي ناس لا مش بتبقى عندها. فلازم بقى واحده واحده كده نوصل له معلومه وناخده مع بعض كده بيبي ستيبس لحد ما يوصل للجول بتاعه. فما عنديش حاجه غير استحملي اصرار.